هلو. مع بداية رمضان والعزومات الكتير، أحلى هدية ممكن ناخدها معانا هدية تكون معبرة عن الأجواء اللي بنعيشها وكمان تكون مفيدة. وبنفس الفكرة ممكن تبقى توزيعات للضيوف، وده اللي هنعمله مع بعض النهاردة. هنعرف مع بعض إزاي بإضافات وتغييرات بسيطة هنحولها لأحلى هدية. وبما إننا في العربية فالنهاردة عندنا شوبينج ولف وحاجات كتير جدا هنعملها مع بعض. وكفاية كلام كتير ويلا بينا نبتدي. احنا محتاجين نشتري عشان هديتنا النهاردة فانوس وبوكس خشب وورق سلوفان وكمان اكياس سلوفان. اول محل دخلته لقيته كله اشغال يدوية بصراحة تحفة، وما قدرتش اني ما اصورش الحاجات الجميلة دي. شفتوا مجموعة الأطباق دي بجد يجننوا من جمالهم. وكمان الجرس ده عجبني جدا، والكور دي كمان تحفة. جينا بقى للفوانيس، أشكالهم كلهم حلوين جدا، بس أنا محتاجة واحد يكون بسيط ويكون كله إزاز عشان أنا هحط جواه ورد. أنا عجبني جدا ده، حاساه بسيط وهادي. أنا خرجت من المحل وهروح محل تاني عشان أشتري أكياس السلوفان والبوكس الخشب. هي دي أكياس السلوفان اللي أنا محتاجاها. وكمان شفت كذا بوكس هنا، بس الحقيقة ما عجبنيش إنه يكون ملون. أنا عاوزاه خشبي علشان الألوان اللي هشتغل عليها تكون واضحة ومنورة، وفي نفس الوقت ما يبقاش اوفر قوي عشان أنا هشتغل بألوان كتير. أنا عجبني جدا ده، حاساه بسيط وهادي. وهنا أنا لقيت نجوم بتنور، هجيب منها واحدة بس عشان أزود إضاءة للبوكس. أنا كده خلصت الحاجات اللي أنا محتاجاها للبوكس، ودلوقتي هنروح مع بعض نشتري مكسرات ويميش رمضان. وأحسن وأقرب واحد بالنسبة لي هو لولو ماركت، فتعالوا معايا نكمل لفتنا مع بعض. دخلت السوبر ماركت ولقيت الكارت دي قدامي، هاخدها في ايدي وعلى طول هروح على قسم المكسرات عشان نشتري الحاجات اللي احنا محتاجاها. هنا كل المكسرات بأشكالها وأنواعها، هجيب بس اللي أنا محتاجاه للبوكس.
وكمان لقيت المشمش اهو. هاخد كمان البلح والزبيب. انا كده خلصت النهارده، هروح اجيب اولادي من المدرسه ونرجع البيت عشان نقفل الهديه بتاعتنا. انا ما عملتش هنا اي حاجه غير ان انا طلعت كل الحاجه بتاعتي وابتديت احط المكسرات في اطباق. وهبتدي اوزع المكسرات على الاكياس واقفلهم زي ما انتوا شايفين. بس لو انتوا هتاخدوها هديه فالافضل ان كل صنف يبقى لوحده، اللوز لوحده في كيس لوحده، والفستق لوحده، والعين جمل في كيس لوحده برضو، ده هيبقى اشيك كتير. ان انا هنا عاملاها توزيعات للاطفال، عشان كده محتاجة كل حاجة تبقى في نفس الكيس. وعلشان ازين الكيس عندي هنا فوم جليتر بألوان مختلفة وخرامة على شكل نجمة، ودي الخيوط اللي موجودة عندي انا نسقتها مع الفوم. كمان هرسم هلال وهقصه. هبتدي اقفل كل كيس والزق عليه هلال ونجمة. وزي ما قلتلكوا دي توزيعات للاطفال، فحابين تبقى مبهجة ليهم. بس لو واخدينها هدية ممكن تبدلوا الخيوط ديت بالستان الذهبي او حتى الستان الالوان، هيبقى تحفة جدا. حابة ارحب بكل اللي دخل معانا جديد، اهلا بيكم معانا في عيلة جليتر داي، واتمنى تتابعوني دايما. وكمان حابة اشكر كل واحد متابعني من زمان، كمان اللي دايما بيكتبوا لي كومنتات جميلة. ما تعرفوش كلماتكم الحلوة دي بتعمل فيا ايه وبتشجعني جدا ازاي، وقد ايه بتعنيلي وبتديني دفعة ان اقدر اكمل. ميرسي كتير جدا ليكم كلكم. بس عاوزة افكركم لو لسه ما اشتركتوش في القناة وحابين تقضوا وقت معانا اكتر وتتعلموا معانا كام حاجة جديدة، فاعملوا اشتراك للقناة، وهستناكم في الكومنتس تحت بعد ما الفيديو يخلص.
ده الشكل النهائي للكيس. وبعد ما خلصنا هملى الفانوس بالورد، والحقيقة أنا لسه محتارة في مكانه، بس هتشوفوا الشكل النهائي معايا في الآخر. وزي ما قلتلكوا أنا عاوزة البوكس كله ألوان، علشان كده هحط الورق الكوريشة دوت في أرضية البوكس. هظبط الورق كويس وهبتدي أرص الأكياس بعدها. في إضافات تانية كتير ممكن نضيفها هنا لو واخدين البوكس ده هدية. ممكن كمان نضيف هنا القهوة العربية أو القهوة العادية، وكمان ممكن نضيف الشربات، وعندنا كمان التمر المحشي والتمر الهندي والخروب. ممكن نزود كمان سبحة على الفانوس أو نحط مبخرة. في اختيارات كتير جدا، ولو حابين تعرفوا أفكار أكتر هنزل لكم صور وأفكار كتير مختلفة على صفحتي على الانستجرام وكمان على الفيسبوك، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. هظبط النور وهضيف عليه الشراشيب دي، ودي الكل عارفها تقريبا، بس لو حابين اصور لكم الطريقة اكتبولي في الكومنتس تحت وانا اعمل بيها شورت. هثبت الشراشيب بالشكل دوت. ده سلك نحاس موجود في كل المكتبات، وهلفه جواها بالشكل دوت، وهعمل دايرة وهلفه على السلك. وهثبت النور دلوقتي على الفانوس. انا بصراحة كنت محتارة ادخل الفانوس جوه الصندوق ولا اثبته بالشمع من فوق، بس بصراحة لقيته احلى جوه الصندوق. وده الشكل النهائي للبوكس، بس فاضل ألفه بالسلوفان وبس كده، وأشوفكم على خير الفيديو الجاي.